السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ النهارده قلت ارد شويه، اصور في شقه اخويا تاني وارد على شويه تعليقات كده او شويه كلام انتوا كنتم سالتوني عليهم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول حاجه كده، باب الشقه ده مقفول كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وده الارج اللي انا قلت لكم عليه وكلمتكم، ده الارج من اليمادي اللي هو في صاله التوزيع. معلش استحملوا شويه علشان انتوا بتقولوا الاضاءه كتير وبتوجع عينيكم. اولا يا حبايب قلب، الاضاءه دي معمولة اصلا زي ديكور، خلاص يعني في اضاءة معمولة للنور وفي اضاءة للديكور زي ما احنا شايفين كده. معلش ما تقولوش عينينا وجعتني اهو، زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. كان كل اللي انا حابة اوصله لكم خلاص. كفاية كده، شيلي بس الاضاءة دي عشان بس يعني ما توجعهمش. يا ريتك تشيلي التانية رخرة وتسيبي حاجات بسيطة. المهم يا حبايب قلب، انا كنت اللي عايزه اوصله لكم من الفيديو كله الشغل او الديكور بتاع اخويا. يعني ما كانش يهمني حاجه غير ان الشغل، كنت فرحانه بالشغل اللي اخويا عامله، لان هو عامله كله بايده. وانتم بصراحه قلتوا عينينا وجعتنا والاضاءه كتير، وفي ناس كتير جدا شكروا في الشقه وقالوا بسم الله ما شاء الله جميله وتحفه وحلوه. وفي ناس علقت على الستاير، وانا هقول لكم كل الملاحظات وكل الكلام اللي انتوا قلتوه حالا دلوقتي. اول حاجه زي ما احنا قلنا، دي شقه، دي صاله التوزيع اهي زي ما انا قلت لكم. ده السقف المعلق اللي اخويا عامله لنفسه. ممكن اخفف لكم النور شويه او عشان بس عينيكم وكده اهو، مش عارفه اخفه من انهي يمه بصراحه. المهم ادي صاله التوزيع فيها الترابيزه دي. كانت في اخت سالتني الترابيزه ديت يعني بتيجي منين وبكام. هي الترابيزه ديت عاديه جدا، ترابيزه سفره كده صغيره، ليها 4 كراسي اهي ما شاء الله جميله. يبقى دي صاله التوزيع فيها النيش زي ما احنا قلنا. كانت في واحده برضو اخت مننا من اخواتنا كانت قالت صوري النيش، انا هصوره لكم كده على الماشي برضو عشان يبقى انا كده وفيت بكل طلباتكم او كل اسئلتكم اللي انتوا قلتوها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. العروسه جايبه حاجات حلوه قوي بردك اهي. مش كل حاجه بتبقى في النيش طبعا، في حاجات كتير بتبقى متعانه. دي حاجات بس كده على الماشي. انا اللي قصدي كله اصور لكم ديكور الشقه اللي انا شايفاها فعلا في منتهى الجمال والرقه. اللي انتوا قلتوا فين الرقه دي كتير، قلت لكم دي في منتهى الرقه والجمال. قلتوا لي فين الرقه. اول حاجه بقى هنخش كده على طول بعد صاله التوزيع بنلاقي الاضاءه ديت كده، دي اسمها اضاءه مخفيه اللي هي تحت الجبس او تحت الجبسن بورد او كده. دي الاضاءه المخفيه اهي اللي هي بالاخضر، دي بتبقى اسمها اضاءه مخفيه. ودي اضاءه كمان. انا مش هوجع عينيكم بقى المره دي، معلش استحملوني بس شويه اهي. ادي الاضاءه كلها حبايب قلبي. معلش وجعت لكم عينكم طبعا. دي الشغل بتاع اخويا بسم الله ما شاء الله اهو اهوت. ده الجبس بتاعه او السقف المعلق اللي هو عامله اهو بسم الله ما شاء الله. حاجات جميله جدا. دي اللون اللي انتوا اتكلمتوا عليه اللي قلتوا الرصاصي او السيلفر علقتوا عليه. ادي الركنه اهي بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. بس الستاير مش موجوده على الشبابيك لان الفرح اتعمل في غير ميعاده، والستاير زي ما انا قلت لكم كانت مشحونه للسعوديه من السعوديه واتاخرت في الشحن، فمش معقول ان احنا هنأجل الفرح عشان الستاير. ادي المكتبه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله جميله. وفي حد سألني برضو قال لي هي المكتبه جبسن بورد او جبس او ولا هي خشب؟ لا هي جبسن بورد، اخويا اللي عاملها برضو بايده اهي ما شاء الله. ده العريس ذات نفسه اهو. المهم حبايب قلبي ديت ما شاء الله. ده الارج جميل اهوت. الالوان كتير، عامل اضاءه كتير، عامل شغل كتير، عامل في كل حته جبس لان هو اصلا صنعته ولازم يبرز شغله. لازم يبرز شغله ولازم يوضح شغله برضو للناس، ولازم يكون كل حتة فيها يعني لوحة فنية او لمسة تكون من ايده. دي بالنسبة للصالة شغلها كتير والوانها كتير جدا جدا بس حابين اللون احنا بصراحة. في ناس قالت جميلة وفي ناس قالت بلدي. لا والله ده جميلة في منتهى الجمال والرقة خالص.
احنا شايفينها ان هي جميله جدا. ديت عتبه كده جميله اهي، اصورها لكم تاني اهي. دي عتبه كده فاصله الارج من الصاله بتاعه التوزيع اهي. عتبه كده جميله مدوره كده وحلوه. ادي كده الصاله كلها اهي بالركنه، بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. هنا بقى كمان معلش، انا هنا ستاره اهيا زي ما احنا قلناه وشفناها النوبه اللي فاتت، بتدخلنا بقى على الطرقه. ما مش عارفه النور دايما بيبقى فين. ادي الطرقه يا حبايب قلبي اللي انا قلت لكم عليها. انتوا سالتوني قلت لي هي الطرقه معموله سيراميك ليه؟ لان هي مع المطبخ ومع الحمام يعني عادي، يا سيراميك او تغفيق او دهان، هو كل واحد وعامل ايه الشكل ده كده زي ما احنا قلنا. ده الحمام ما كنتش صورته النوبه دي، كان ده الحمام اهو. ده السخان، دي الغساله، وده البانيو بيضاوي كده برضو في نفس الديكورات كده جميل، بس ده ايه سيراميك مش سيراميك اهو. ندخل اوضه هنا بقى ما شاء الله زي ما احنا قلنا، اوضه المجلس بتاعته عشان ايه الاضاءه دي يا حبايبي. اوضه المجلس اهي، معلش بقى الاضاءه وهتقولوا عينينا وجعتنا والحاجات دي، هنخف النور شويه رزق اهي بس كده اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. برضو عامل شكل جميل جدا فيها زي ما احنا شفنا اهو ما شاء الله. ادي المجلس اهوت محندق واوضه جميله جميله جميله. انتوا سالتوني عامل هنا شفاط ليه؟ ايوه عامل شفاط لان هو بيقعد يشوي هنا هو واصدقائه، يعني بيفتح البلكونه وبيفتح الشباك ده بتبقى منطلقه كده على الهوا، لان ورانا كده واسع مفيش مبني بيوت ولا اي حاجه. وبيعمل ايه، شايله طبعا السجاده اللي هنا وحاطه قياس، معلش مش متناسق بس هي بقى تقريبا غاسله السجاده او شايلاها. ادي الشاشه اهي، دي الشاشه اهي بسم الله ما شاء الله. فاحنا قلنا بقى ايه، بيشوي هنا وحاطط الشفاط، محدش يقول واسالني هو حاطط الشفاط هنا ليه. انا كنت كل اللي بصوره الديكورات بتاعت اخويا والشغل بتاعه الجميل اللي انا كنت اصلا مستهدفاه، وما كنتش قصده ان انا اصور الشقه في اي حاجه تانية. ادي كده يا حبايبي زي ما احنا قلنا بقى. هنخرج بقى اهوت من اوضه الركنه المجلس اهوت، هندخل كده على اوضه النوم غرفه النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش على الضلمه دي. وغرفه النوم لها معانا قصص على اللي على التسريحه ديت، اللي هي الستاره اللي على التسريحه. هو يا جماعه عامل تاج كده على التسريحه كديكور اهو، ديكور. علشان ام انس اللي سالتني قالت لي انا عايزه اعرف انت عامله الستاره، عاملين الستاره ازاي؟ الستاره ديت معموله في الجبس هنا اهي اهي يا ام انس، معموله الحديده بتاعتها في الجبس اهي، بتتشد كده ولها حبل بردك اهو. بص بقى مش لاقيه يعني، هنشوفه في اليمه التانية. ادي التاج كده بتاع اهي. هي مجرد ديكور يعني ايه، هي ديكور بس، الستاره ديكور، فكره يعني. هو كل واحد له رأي وكل واحد له ذوق. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه المشكله؟ الجماعه اللي زعلانين والله ما نقصد نزعلكم، احنا عايزين بس نبرز الشغل بتاع الغرفه اهو. ده برضو كده ما شاء الله طبق كده جميل قوي والله. الاضاءه بس هي اللي زايده فعلا زي ما انتوا قلتم. هنخف شويه، نخف خالص ولا ايه؟ اهي ما شاء الله. على فكره كل الكشافات الزايده دي بتبقى يا جماعه بتبقى بس وقت يعني مش بتشتغل على طول، يعني قصدي اقول لكم ان هي بتبقى زي ديكور كده، زي ديكور يعني ايه. في ناس قالوا لي فين دوري بقى على على الفاتوره بتاعه الكهرباء والكلام ده. طبعا انا قلت لهم شيلوا الصوره، علشان في حد قال شيل الايه القرانيه، انا هشيلها حاضر من عينيا. دي ما شاء الله المنظر ده كده على السرير، ادي السرير اهو، والمنظر الجميل ده كده عليه اهيت. طبعا انا لو شلت اضاءه عن كده هتبقى الصوره مش واضحه. ادي السرير اهو، دي المكتبه كده، دي حته كده جايه معاه
وده العريس ذات نفسه اللي انا قلت لكم عليه اهو. وبسم الله الرحمن الرحيم. اللي سالونا على الخشب او غرفه النوم او الخشب جاي منين، هو جاي من دمياط اهو، جاي من دمياط. الخشب ده جاي من دمياط، بس بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا، خشب يعني متين وزي الفل والله، حاجه حلوه يعني. فان اخويا صارف واخويا مبهدل نفسه واخويا مش عارف ايه، اخوك صارف. وبصراحه كده اخويا صارف لان ده بيته ودي شقته، عامل في كل حته سقف معلق وفي كل حته جبس، لان هو عايز يبرز شغله وعنده الاحسن والاحسن وعنده حاجات تحفه، وعنده طبعا على حسب الزبون ما بيقول او طلب الزبون. فمعلش اعذرونا ان الستائر مش موجوده لسه، هتركب وان شاء الله اما تركب اني هشغلها لكم، هحطها لكم ان شاء الله واصور لكم الشقه دي تاني. الشقه دي بصراحه كانت وش السعد عليها، هي حققت له الشروط وعشان كده انا بصورها لكم تاني اهي. هنيجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم لغرفه الاطفال. ادي غرفه الاطفال برضو، الشباك معلهوش ستاره معلش اعذرونا، برضك بنفس الطقم اللي فات معلش. دي غرفه الاطفال اهي. كتير بقى برضو سالوني يا حبايبي، هو انتوا عندكم غرفه اطفال؟ هو في اطفال، هو لسه الاطفال ما جاتش، بس احنا دايما بنعمل غرفه الاطفال ده سلو في بلدنا او في مصر. برضو الاضاءه كتير اهي، بس ما بنقيدهاش الا وقت الحاجه يا جماعه والله، اهيت وقت الحاجه بنقيدها. وهي اصلا الاضاءه كلها ديكور، يعني الاضاءه اصلا تبع الديكور، انت بتايدي او ما بتايديش تبع راحتك. شوفوا بردك ما شاء الله السقف جميل جدا جدا يعني اهو، شغل عالي يعني وشغل زي الفل. طبعا كل ده برضو على حسب رغبه الزبون زي ما انا قلت اهو. وجعت لكم عينيكم معلش. انا بس حابه اوريكم الشغل وجماله بس والله مش اكتر اهو. ادي الشغل بتاع اخويا اهون. غرفة الأطفال غامقة شوية، هو فعلا بقول غامقة، ممكن يغير اللون، ممكن يغير لون الشقة كله، ممكن يغير لون الشقة كلها، لأن أصلا هو بيجامل في شغله كتير. ناس كتير جدا بتيجي برضو تجامله، يعني معظم صحباته مش بياخد شغل منهم أو فلوس منهم، فبيتمنوا إن هم يعملوا له حاجة. أهي ده برضو السقف، شوفوا ما شاء الله جميل زي الفل. كل حتة عنده في الشقة فيها كده يعني لوحة فنية. مش عارفة، عايزة بردك ارد على كل الاسئلة، مش فاكرة مين كان سائلني بصراحة، وكنتوا يعني في اسئلة كتير كنتوا بتقولوها والله ما فاكراها. ما شاء الله يا حبايبي. دي بقى ايه المطبخ اللي عاجب الناس كلها اهو، بسم الله ما شاء الله، هادي جدا هادي. العروسة جايباه جميل اهو ما شاء الله. ده ايه ده يا حبايب قلبي؟ اللي سألوني قالوا لي ده معمول ايه، ده سيراميك. المطبخ كده من فوق ومن تحت كلاته سيراميك زي ما احنا شايفين كده. يا رب بس يكون الاضاءه او ان انا مش هزه ايد عشان ما تقولوش عينينا وجعتنا. واللي كانت بتاخد حبايه للصداع الف سلام عليكي يا حبيبه قلبي، بتاخدي حبايه من الصداع لان انا كنت بهز التليفون معلش. ده المطبخ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هو اصلا المطبخ ما شاء الله كبير يعني اوضه، وده شغل العروسه اهون. ده البوتاجاز بتاعها اهي، ودي الحاجات الخاصه بها اهي ما شاء الله زي الفل اهو. المطبخ جميل جدا وهادي. كلكم شكرتوني وقلتوا لي المطبخ يعني، او شكرتوا في المطبخ وقلتوا جميل. الحمد لله ان الشقه فيها حاجه جميله يا حبايب قلبي، وانتوا اجمل واجمل. وتعليقاتكم كلها على راسي والله من فوق، السلبيه قبل الايجابيه. وما زعلتش خالص، ما بزعلش من النقد حتى لو كان مش بناء. والعروسه عامله كيكه تايجر اهي، واخداها من عندي في القناه لو اني ما عملتش التايجر لسه. ده كان الفيديو بتاعنا اهو يا حبايب قلبي. السجاده كده حطاها. السجاد كتير في الشقه وانتوا قلتوا مش متناسق، بس والله ده ما جايب العروسه، وكل واحد وله ذوق وكل واحد وله طريقه بقى اهي. بالنسبه للاخ اللي قال لي انت بتقولي بقى كتير معلش. برضك احنا طبعا عندنا كده اهو. المطبخ هادي وجميل. يلا نقفل بقى. كانت الشقه يا حبايبي، يا رب ما يكونش نسيت اسئله
اهيت الشقه جميله. حد قال لك قومي تيجي دلوقتي في الفيديو؟ العريس اهو. لازم أنا اعمل لكم مفاجاه في القناه واجيب لكم العريس اهو. بتصور بجد والله. اه يا حبايبي، ده الشغل بتاع اخويا كلاته. طبعا اللي سالوني على شغل اخويا وسالوني على ارقامه ناس كتير جدا. والله على راسنا من فوق، واي حد هيجي لاخويا على شغل هو طبعا مش فاضي برضه، بس اللي هيجيله من طرف القناه لازم يكون له خصم خاص او شغل خاص بيه. طبعا اخويا هو ده شغله في شقته، ده وجهة نظره ان هو بيبرز شغله او بيوضح شغله للناس. لكن اللي عايز اي شغل او اي حاجه هو عايزها ايا كانت، هو بصمم كل التصاميم. كل تصاميم، مش بعمل دعايه، ده ردا على الناس اللي سالت على اخويا او على شغله. هي دي شغلته وهي دي مهنته. يا رب يكون الفيديو خفيف كده عليكم، ويكون الفيديو جميل ويعجبكم باذن الله. هنتظر تعليقاتكم ان شاء الله، هرد على كل تعليقاتكم، السلبيه قبل الايجابيه، التعليقات الحلوه قبل الوحشه. ان شاء الله اشوفكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. معلومة مهمة كمان يا حبايب قلبي، هو لو انتوا معاكم اي تصميم من على النت او اي تصميم انتوا عايزينه بيصور طبق الاصل، يعني الاصل بيعمله بيبقى نسخة من الصورة، فبيبقى طبق الاصل، يعني بياخدها كوبي كده زي ما بيقولوا، بتبقى وشغل نظيف وشغل مية مية. يعني انا ده حاجه شايفاها فيه في شغل كتير وشقق كتير جدا، مش شرط شقته، هو عامل شغل خاص بيه هو. يعني زي ما قلت لكم ان هو بيبرز بيه شغله، هو بيوضح طبيعه شغله.